السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتصار كبير جدا جدا لمنتخب أسود الرافدين على فلسطين النهاردة، ويجعلنا في صدارة المجموعة. صدمة كبيرة جدا في الإعلام السعودي بعد هزيمتهم النهاردة أمام اليابان. يقول لك إزاي منتخب العراق بيفوز على أرضه وإحنا بنخسر على أرضنا من اليابان. برنامج المجلس الصراحة بقى مبهور جدا جدا باللاعب الفذ، أفضل لاعب في آسيا، وهو المهاجم العراقي أيمن حسين. قبل ما اقول لك التصريحات عايزك تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بما اننا كلنا فرحانين، وانزل ادعمنا بلايك متين للفيديو واشترك في القناه وشير الفيديو وفعل زر الجرس. انتصار كبير النهارده لمنتخب العراق على منتخب فلسطين مع الرأفة. كان مباراة الأشقاء ولكن انتصار أسود الرافدين النهارده بأمانة كان جاي في وقته، وخصوصا بعد هزيمة المنتخبات الأخرى في المجموعة، ولكن الحمد لله متصدرين المجموعة مع منتخب كوريا برصيد 7 نقاط. فرق هدفين هيجوا في أي مباراة. الموضوع سهل وبسيط. عايزك تبقى مقتنع من جواك إن احنا رايحين إلى كأس العالم أمريكا 2026. النهارده بنشوف كاساس بالتغيير وبعد التشكيل اللي كان متواجد في أرضية الملعب قدر يفهم كويس نقاط القوة والضعف المنتخب فلسطين. منتخب فلسطين اللي كان بيهدد مرمى منتخب العراق في الشوط الأول في بعض الأوقات، ولكن الصراحة كانوا واقفين تأمين دفاعي بحت أمام منتخب العراق اللي قدر يستغل العرضيات القوية جدا مع القناص أيمن حسين ويحرز منه هدف الفوز. ما شاء الله، هذا لاعب من تراث فريد. أيمن حسين من بعد الإصابة وإجراء بعض العمليات الجراحية النهارده كان متواجد، وهو اللي بيخلي الفوز الكبير جدا وبيهديه لكل الشعب العراقي اللي كان منهم متواجد 40 شخص في الاستاد البصرة اللي كان بيساند منتخب العراق. ما شاء الله، النهارده زدتم لنا فخرا بعد الفوز الكبير النهارده والمساومة امام منتخب زي كوريا. ما شاء الله، الاعلام السعودي مصدوم من الاداء للمنتخب السعودي، وازاي منتخب العراق قدر يفوز وسط جماهيره وبيلعب على ارض واحنا ما قدرناش. احنا اللي جايبين وشاريين بعض اللاعبين من احسن لاعبين في العالم. طب وانت هتقدر اصلا تلعبهم في المنتخب؟ اصل هي النوايا. انت عندك لعيبه كسالى ما بيعرفوش يلعبوا في السعوديه، انت جبت لهم لاعبين اخرين من بره وجبت لاعبين بفلوس واشتريت بعض الحكام علشان تقدر تكسب وما عرفتش. بص لهؤلاء اللاعبين الاخرين. منتخب العراق ما شاء الله بيلعبوا بمجهود كبير جدا، كلهم على قلب رجل واحد عشان يسعدوا الشعب العراقي، عشان يرفعوا الرايه العراقيه في اعلى مناصب وهو كاس العالم. لعيبه العراق النهارده كانت بتلعب المباراه بنديه قويه جدا جدا، ما كانش عندهم الغلطات الهفوات اللي كنا دايما بنقول بتحصل كوارث بناء عليها قدروا يفوزوا. النهارده منتخب العراق فايز بجداره واستحقاق على منتخب فلسطين. اوعى تستهان بمنتخب فلسطين. منتخب فلسطين عنده لاعبين مهاجمين قويه جدا جدا، ولكن الدفاعات النهارده ما شاء الله. عندك زيد تحسين ومناف يونس النهارده الصراحه وقفوا خطوره وسام ابو علي الفلسطيني. بامانه النهارده بنتكلم كل واحد لازم ياخد حقه. منتخب العراق النهارده الصراحه فاز بجداره واستحقاق بمجهود هؤلاء اللاعبين، لان اللاعبين دولت هم اللي كانوا عايزين الثلاث نقاط عشان يهدوها لكل الشعب العراقي. هو ده الفرق ما بينك وما بينهم. انت عندك دوري قوي لكن ما عندكش لاعبين في المنتخب. تبص للاعبي منتخب السعوديه هم بيلعبوا النهارده امام اليابان مش عارفين يلعبوا، تحس ان هم الف ب لسه بيتعلموا تدريب، لسه بيتعلموا كرة القدم. بص لهؤلاء الاخرين اللعيبه العراق ما شاء الله ما شاء الله واكلين النجيله، نازلين بجديه كامله، نازلين بجاهزيه قويه. المدير الفني كاساس عامل خطه قويه جدا جدا. في المباريات الحديثة مفيش فرقة اسمها فرقة ضعيفة ولا فرقة قوية. الفرقة الضعيفة انت لو استهنت بيها بخطأ بسيط جدا ممكن تحرز فيك هدف وبناء عليه تفوز. النهاردة كنا شايفين ما شاء الله اللعيبة كلها على جاهزية كاملة، جاهزية كبيرة جدا. كنت بعمل بث مباشر في الشوط الأول، أنا كنت فرحان جدا بهدف أيمن حسين بالذات، إن أيمن حسين كان عليه علامات استفهام، هيقدر يلعب ولا مش هيقدر يلعب؟ طب هيمثل للشفاء ولا لسه؟ كل دوت النهارده الراجل مسحوا باستيكر. النهارده الراجل نازل بيلعب في ارضيه الملعب
ما شاء الله ابن العشرينات النهارده ولا كانه مصاب، باصص بس على الهدف، عايز يجيب الهدف، عايز يخلي فرقته تنتصر. هو ده الفرق ما بين نوايا اللاعبين هنا ونوايا اللاعبين هنا. الف مليون تريليون مبروك لمنتخب العراق اسود الرافدين، افضل منتخب في اسيا، افضل منتخب في اسيا على فوزه النهارده على فلسطين وصداره المجموعه المؤقته ان شاء الله بعد فوزنا كمان على كوريا باذن الله باذن الله، وهنكون متصدرين لوحدنا. اي نعم احنا الاثنين دلوقتي 7 نقاط بفرق هدفين، ولكن انا عندي يقين بالله ان احنا هنقدر نفوز عليهم في المباراه القادمه. احبائي الكرام، شكرا لكل المحترمين اللي حطوا اللايك واللي دعمونا بالاشتراك، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.